احنا مفيش حاجة ما بنعرفش نعملها. أنا نقطة القوة هنا هي في القدرة على التعلم. ده مهندس معدات تقيلة، وده مهندس مصانع، وحتى في الهيدروليك يقول لك ده المهندس مهندس يشتغل في اي حاجة. هو المجالين مختلفين كتير عن بعض، في سيستم للإنتاج وللجودة وللكلام ده كله. المفروض ان انت تتعلم وتمشي وتتماشى معاه. مش لازم اشتغل دونكي وورك، يعني مش لازم اعمل الدونكي وورك. لو انا صحيت من النوم لقيت نفسي مدير، انا فعلا مش هعرف امشي الفنيين. هنشتغل على قد فلوسهم. رأي حضرتك في السلوجان ده ايه؟ نشتغل على قد فلوسهم. حضرتك شايف ان الصيانة مركز يعني كوست سنتر ولا بروفيت سنتر؟ المشروع ده كان مثلا مخطط له 28 يوم، يعني أخد حوالي يعني 16 يوم، لدرجة إن الوكيل اللي كان كان جايب ناس كوريين يركبوا واحتفل بينا لأننا وفرنا له وقت كتير جدا. يا باشمهندس انا مهندس حديث تخرج، والفنيين بيتعاملوا مع مديري، بيتواصل مع مديري بشكل مباشر، بحس ان انا مهمش وماليش دور. اعمل ايه؟ الفنيين بيحب يلعب بيك، بيحب يقول لك معلومات غريبة أو كده علشان هو بيختبرك. Sponsored by Rocall Egypt Specialty Lubricants. Performance you can trust. السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بودكاست 100% هندسة. بودكاست 100% هندسة بنناقش فيه القضايا الصناعية والهندسية مع رواد المجال. حلقة النهاردة بالنسبة لي مختلفة جدا، يعني أنا شخصيا يعني أنا قاعد مع أستاذي ومعلمي، ولو في حد ليه فضل عليا في مهنة الهندسة والصيانة بعد ربنا هو مهندس حسام الدين عبد الحميد. مهندس حسام الدين أول مدير ليا، اشتغلت معاه 5 سنين. اتحول من ان هو يكون مدير ليا، هو يعني اخ كبير واستاذ فاضل ليا. ومن نعم ربنا عليا ان انا اشتغلت مع مهندس حسام في بدايه شغلي، اتعلمت منه حاجات كتيره جدا. حاولت العلام اللي انا اتعلمته من مهندس حسام ان انا انقله للمهندسين اللي انا اشتغلت معاهم قبل كده لما بقيت مدير، واشتغل معايا مهندسين صغيرين. وطول الوقت مثلي الاعلى في الحياه هو مهندس حسام. ويعني انا بشكره جدا ان هو نورني النهارده وفي الحلقه. وانا صراحه يعني انا قاعد بستفاد بجد ومن قلبي من استاذي مهندس حسام الدين عبد الحميد. الله يكرمك. ازي حضرتك يا باشمهندس حسام؟ الحمد لله. ازيك يا يعني أستاذ؟ والله حضرتك الشرف ليا الكلام ده كتير والله. والله ابدا، يعني انا لو قعدت اتكلم على حضرتك من النهارده يعني السنه الجايه مش هوفي حضرتك حقك، والله الشرف لان ليا. حضرتك راعيت ربنا فينا. كلنا يعني كل انا او زمايلي كل اي حد اشتغل مع حضرتك، فحضرتك علامه في حياتنا يعني. طبعا يعني انا عارف حضرتك ما شاء الله عليك قيمه وقامه كبيره، خبره اكتر من 30 سنه، كنت كتير من الصناعات انا عارف بحكم ان انا اشتغلت وكان ليا الشرف ان اشتغل مع حضرتك. بس انا محتاج ان احنا نتعرف على حضرتك بقى للمجتمع الهندسي. مم. انا متشكر جدا على المقدمة هو ده كتير والله عليا. انا طبعا الشرف ليا ان انا يعني استضفت، اشتغلنا مع بعض يعني في مرحلة كبيرة من مراحل حياتنا. كانت مرحلة يعني فيها نجاحات كتيرة الحمد لله. آه، انا يعني كبدايتي في الشغل يعني، انا ضابط متقاعد من القوات المسلحة. قعدت فترة مش كبيرة، قعدت حوالي 10 سنين. متخرج من الكلية الفنية العسكرية. اتعلمت في الجيش. كانت الحمد لله يعني شغلي كله تكنيكال. كنت شغال في معدات الطرق وكده. وبعدين يعني ربنا قدر وعملت عملية وطلعت طبي من الجيش، واشتغلت من بعدها في القطاع الخاص. فدي كانت أول يعني مرحلة في حياتي. بعد كده دخلت اشتغلت، عملت شركة واشتغلت كام سنة في القطاع الخاص في صيانة المعدات الطرق، اللوادر والبلدوزرات. يعني ده مجال أنا كنت بحبه جدا، الهيدروليك والترانسميشنز والحاجات دي. وبرضو الانترنال كومباشن انجين، المحركات الاحتراق الداخلي. اشتغلت كام سنة وبعد كده يعني وقفت الشركة ودخلت اشتغلت في الاوتوموتيف فيدنج اندستري في صيانة معدات المصانع. اشتغلت فيها بقى يعني مدة طويلة، وبعد كده
اشتغلت في المصانع بقى بتاعت يعني اللي قلنا زي يعني المرحلة دي اللي انا قابلتك فيها، الاوتوموتيف فيدنج اندستري. اشتغلنا فيها، اتعلمت فيها كتير. وبعد كده ابتديت من مدير صيانة لمدير مدير مصنع، يعني عمليات إنتاج، وبعدين مدير مصنع، وبعدين مدير مصنع تاني في مجال تاني. وحاليا أنا كونسلتنت، في تكنيكال كونسلتنت في أحد مجموعات الشركات يعني. يعني طبعا هي رحله عظيمه من حضرتك. انا عارف ان حضرتك يعني متواضع جدا وبتختصر بشكل كبير يعني في لا الرحله. أبدا، لا لا. بس انا ان شاء الله بقى هحاول اطلع من حضرتك بقى ايه يعني بعض المعلومات اللي ان شاء الله نستفاد منها باذن الله تعالى النهارده. نقله ما بين المعدات التقيله والمصانع، يعني دايما بنشوف في السوق كده بيقسموا الصيانه. اه. يعني يقول لك دي معدات تقيله، ده مهندس معدات تقيله، وده مم. مهندس مصانع. وحتى في الهيدروليك يقول لك ده هيفي ايكويبمنت مم. ولا اندستريال. مم. ستيشنري ولا موبايل؟ رأي حضرتك مم. في التقسيمه دي، هل هي اصلا صح ولا المهندس يشتغل في اي حاجه؟ هو المجالين مختلفين كتير عن بعض. مم. المعدات التقيلة شغلك في مواقع، في ورش بتعمل، بتشتغل في المعدات بس. في شركات مقاولات، في شركات طرق. فمختلف خالص، يعتبر كأنك في فيلد، يعني في موقع، بتشتغل في المواقع. اما المصانع انت بتشتغل في مصنع مكون من مجموعة ماكينات. هنا السيستمات مختلفة خالص عن هنا محركات احتراق داخلي وفتايس وهيدروليك موبايل حتى يعني اكيد طبعا. يعني دي من الحاجات اللي انت بتديها، مثلا الموبايل غير الستيشنري ستاندرد في الهيدروليك، لكن الموبايل مش ستاندر خالص. كل شركة عاملة ستاندر خاص بيها، كاتربيلر غير كوماتسو غير اي شركة تانية. فبالتالي فهو المجال الشغل في المعدات التقيلة يعني أصعب شوية. لكن انت في الآخر خالص ليميتد، لأن الكارير بتاعك بعد سن معين لازم تتوقف. هو محتاج يعني هيبقى كتير عليك لو انت عايز تكبر. لازم تغير الكارير، لازم توسع مجال شغلك. انا كان قصدي في السؤال الفنيات، يعني مم. يعني هل مثلا ان انا كمهندس ميكانيكا، بصرف النظر بقى يعني من هنجرد الايه البوزيشنز، يعني مم. انا مهندس ميكانيكا يعني لازم لو انا مثلا اشتغلت 5 سنين في الاندستريال، وخصوصا حضرتك يعني خدت التجربه دي، مم. لو جيت حولت الهيفي ايكويبمنت ده يبقى بالنسبه لي في مشكله، او العكس لو انا اشتغلت في الهيفي ايكويبمنت، يعني لو انا راجل شغال في معدات تقيله اقدر بسهوله احول للمجال الصناعي، والعكس صحيح ولا الموضوع صعب؟ لا، هو هيحتاج انك تقعد فترة تتعلم. مم. يعني ما هوش، مش هتلاقي نفسك كويس لو انت كويس هنا، مش هتلاقي نفسك فجأة كويس هنا. مم. لازم تقعد فترة تتعلم المصنع فيه نظام، فيه سيستم للإنتاج وللجودة وللكلام ده كله. المفروض ان انت تتعلم وتمشي وتتماشى معاه. لكن الشغل في شركات المقاولات وشركات ده حاجة تانية. انت يا دوبك عايز تتعامل مع المعدات دي وتخليها شغالة وسليمة علشان الشركة تشتغل بيها. لكن غير خالص يعني هو الشغل في المصانع أكبر شوية وأعقد. المعدات التقيله الموضوع شويه يبقى يعني بسيط، في حته ان انا المعده دي متكرره. يعني لو انا دي عرفت نقطة. النو هاو بتاع معده معينه، اه. انا اعتقد ان هيبقى الموضوع بالنسبه لي سهل ان انا مم. اتميز في بقيه المعدات، لان بقيت حافظ معده معينه. عكس المصانع لا، ممكن يبقى المكنه مثلا من مصنع واحد بيصنع لي اكتر من يعني بيصنع اكتر من موديل باكتر من سبيسيفيكيشنز والى اخره يعني. بالظبط. طيب انا بقى عايز اعرف مم. ايه اكبر تحدي قابل حضرتك في المجال المعدات التقيله، مم. واكبر تحدي قابل حضرتك في الصناعه. مم. يعني ايه اكبر تحدي كان هنا واكبر تحدي كان هنا؟ يعني في المعدات التقيلة
يعني كنت في مستوى معين المفروض ان انا ما يعني ما كبرش حجم شغلي لدرجة ان انا افك مثلا معدة خالص. فلقيت نفسي بفك معدة بولدوزر، بفكه خالص، ولدرجة ان الناس ما صدقتش انه هيرجع يشتغل تاني. وبعدين بعدها بكام شهر لقيت اللي هو المدير اللي كان جاي شافها مفككة وما كانش مصدق انها ترجع تشتغل تاني، جه ما لقاهاش. فبيقول لي انت هي فين؟ قلت له شغالة على الطريق. هي ايه؟ قلت له هي شغالة على. قال لي معقولة جمعتها؟ ما كانش مصدق ان انا هجمعها تاني، لان يعني مستوى ساعتها القوات المسلحة ليها مستويات، انت المفروض جوه الوحدة ما تفكش لمستوى الورش الرئيسية يعني. ما عملش ف ده مشكله اداريه لحضرتك ان انت مثلا كنا خدت يعني من خطوه حسن كبيره؟ الحظ كنت شغال مع ناس متفتحة. الناس دول هم سبب نجاح الهيئة الهندسية يعني. هي دي الناس دي كانت الكوادر يعني. متفتحة، وكان بيدعم الواحد، فالواحد بينجح بفضل الناس اللي زي دي. الحمد لله. طيب انا يعني انا دايما فاكر حضرتك علمتني حاجه كده م. اول ما جيت اشتغلت مع حضرتك. قلت لي احنا ما فيش حاجه ما بنعرفش نعملها. م. وعلمتني دي وانا لسه متخرج، وانا اتخرجت بقالي 15 سنه. م. فكل ما بقابل حد م. يعني بنقله الحاجه اللي انا اتعلمتها من حضرتك. م. وده مش معناه غرور عشان الناس اللي سامعينا يعني. هو ما تقولش انا ما اعرفش، لا اسعى واجتهد، وبعد كده ربنا هيكرمك. صح. فانا بقيت مصدق ده من جوايا م. يعني، واشتغلت بده. وانا مصدق فعلا م. ان انا يعني مفيش حاجه ما بعرفش اعملها. ودخلت مقابلات فنيه كتيره جدا، م. وبتكلم ممكن اكون ما اشوفش المكنه قبل كده، م. بس انا بتكلم فعلا مع وانا في المقابله الفنيه اقول له انا مفيش حاجه ما بعرفش اعملها. م. فهو بيفتكر ان انا عندي ثقه كبيره قوي، بس انا آه. فعلا انا يعني ممكن اكون ما وضحتلوش ان انا مفيش حاجه مش قادر اعملها. م. يعني عايز اقول له انا ما بعجز. م. يعني انا الحمد لله عندي ايدين وعندي رجلين وعندي مخ. آه. فانا هفكر وهبذل مجهود وان شاء الله انا هعملها. م. فانا يعني أنا نقطة القوة هنا هي في القدرة على التعلم، اه ان انا قادر على ان اعلم نفسي. اه فانا قدرتي على التعلم هي اللي بتخليني قوي. اللي ان حضرتك انا اللي ان انا اتعلمت. ما وقفتش وقلت انا اعرف. مم. لا، انا لسه كتير، ما اه انا طبعا اه انا طبعا لسه لسه كتير، بنتعلم. لسه هي كتير. قدرتي على اللي حضرتك علمته لي، قدرتي على ثقتي بنفسي ان انا اقدر اتعلم. مم. ان انت لا انت مش قليل، انت مم. هتقدر تعمل ده، مم. هتقدر تعلم نفسك. مم. فسبحان الله دخلت في شغل كتير جدا يعني. من ما الموقف شاء اللي حضرتك الله. اللي قلته ده انا مريت بيه كتير جدا في شغلي. مم. وبقيت بفك حاجات كتيره جدا يعني. اشتغلت في شركات كبيره، ويعني ما مريتش بمتعه العمل مم. زي ما انا اشتغلت مع حضرتك. مم. يعني انا اشتغلت مع حضرتك 6 سنين تقريبا، واشتغلت بعدهم مع ناس تانية. مم. امتع فتره مم. واكتر فتره كنت مستمتع جدا وانا شغال مع حضرتك. مم. وكنت دايما بحس ان انا معايا، مش عايز اكبر حضرتك يعني، بس معانا يعني سند مم. وحد في ظهرنا. هذا شرف ليا فيعني والله. والله العظيم مم. بتكلم بجد يعني. مم. فطول الوقت حضرتك كنت ظهرنا وكنت سندنا، مم. وكناش بنخاف. مم. وما تعودناش ان احنا نخاف، ما تعودناش مم. ان احنا نروح نشتغل في مكان واحنا خايفين. مم. يعني تخاف وتخاف ليه اصلا؟ آه. فطول الوقت كنا بنشتغل واحنا عندنا قلبنا جامد. مم. فاحنا اتعلمنا ده من حضرتك يعني. مم. لا، والحمد لله يعني. الحمد لله دايما بتبقى النتائج يعني إيجابية يعني. الحمد لله، ما سواء اشتغلت معاك أو اشتغلت مع ناس تانية يعني كويسة جدا. دايما الحمد لله الواحد يعني نتائج شغله بتبقى ناجحة، وهي دي وده المهم. الحمد لله. ويمكن انت بالذات يعني في فترات كتيرة انت فيك مميزة انك بتفكر غير الناس يعني. بالحقيقة دي حقيقة على فكرة. بتفكر غير الناس، بتحاول تسيستم الشغل، تحوله من شغلانة هي مجرد يعني هي شغلانة عابرة لشغلانة بتتعمل بنظام، لدرجة ان انا افكرك بكلمة قالها لك واحد
كان بيقول لك انت يا باشمهندس مشغلنا انتاج. اه قال لي الكلمه دي فعلا، انت اه بتشغلنا انتاج. انت ما مشغلنا هو ده انتاج، برضو انت يعني، حطيتهم نظمتهم مراحل ولا ما بعض. هو ده اه. بفضل ربنا عليا ان انا اشتغلت مع حضرتك علمتني اللين برضه، يعني ده في م- اول شغلي م- ان انا اتعلمت اللين عن طريق م- لما كنا شغالين مع حضرتك في الاوتوموتيف يعني. وحضرتك علمت يعني، حضرتك كنت يعني حطيتني ان انا اخد دوره في اللين مانيفاكتشرنج يعني م- وفرقت معايا جدا ان انا كنت في بدايه شغلي، م- فتعلمت التفكير بطريقه اللين. م- فلما بقيت بشتغل في الصيانه م- بفكر بطريقه السيفن ويست، يعني ان م- انا ما اقلل الحركه، اقلل م- الانتظار، م- ما اخليش ترانسبورتيشن كبير، م- لا نحاول نخلي حاجتنا جنب بعض. م- فده برضو فضل ربنا ثم فضل حضرتك عليا يعني. بيعود طبعا جامد على صاحب العمل يعني يعني. اتمنى ان الكالتشر اللي انت اكتسبتها وبتعلمها للناس، يعني الناس فعلا يعني تطبقها وتستفيد بيها. اكبر تحدي بقى في الصناعه، احنا كده م- خدنا اكبر تحدي في المعدات التقيله. اه. يعني اكبر تحدي، انا عارف ان حضرتك اشتغلت في مصانع وشركات كبيره جدا، م- وكان ليك وانا كنت شاهد على ده م- انجازات كبيره جدا. فيعني ايه اكبر تحدي دايما معلم مع مهندس حسام في الصناعه؟ الحاجه اللي فعلا كل ما بيفكر كده يرجع بالزمن يقول لا دي كانت الموضوع ده كان صعب. اه. انا كنت تحولت من كنت محتاج اتحول من مدير صيانة لمدير مشروع. فكان مشروع تركيب مكبس كبير في اكتوبر. يعني ابتديت، يعني طبعا كنت واخد دارس يعني بروجكت مانجمنت وكده، وحبيت اطبقه. فالحمد لله يعني طبقته بدقة شوية. فالنتيجة ان المشروع ده كان مثلا مخطط له 28 يوم، يعني اخد حوالي يعني 16 يوم، لدرجة ان الوكيل اللي كان جايب ناس كوريين يركبوا، واحتفل بينا لاننا وفرنا له وقت كتير جدا. وكان طبعا التيم اللي كان شغال كان قوي جدا معانا. التولز، الاسباب كلها، معدات اللوناش، المعدات المناولة، كل حاجة الحمد لله يعني كانت متخططة كويس. الإداريات يعني ده مثلا كان تحدي، يعني الواحد يعني الحمد لله يعني ربنا وفقه فيه. وزيه في شغلانة عملناها مع بعض لما نقلنا خطوط إنتاج انتاج في رخام حوالي في حوالي 3 ايام. 3 أيام. في وده 3 ايام وقت فاكر وقت ان لما كان مش الاونر طبيعي. كان رايح اه. العين السخنه اه. لف ورجع ما بقاش مصدق ان احنا نقلنا الخط. اه. ف- يعني والله يعني اكتر متعه م- يعني الواحد بيشتغل مع حضرتك وهو مستمتع. م- كنا نشتغل بال 14 ساعه او 16 ساعه، لان انت فعلا حابب يعني حابب ان انت بتشتغل. ما افتكرش ان انا في مره وانا شغال مع حضرتك مثلا كنت متضايق ان انا رايح الشغل. م- وما اعتقد مش انا لوحدي كده، يعني كان م- كلنا كده، م- كلنا فرحانين ان احنا جايين الشغل، مع ان احنا كنا بنشتغل كتير جدا. م- يعني بنشتغل كتير وبنعمل شغل صعب، بس احنا فرحانين ان احنا نشتغل مع حضرتك. م- فيعني يعني اعتقد ان لو يعني 10% بس من مهندسين الصيانه اللي في مصر وفي الوطن العربي يعني عملوا زي حضرتك كده، احنا اعتقد ان الدوله العربيه تروح في حته تانية. لا، اتمنى ان الناس كلها يعني ما حدش يلوم عليا مثلا ان انا تعبت مثلا في الشغل، لان دي طبيعتي. لكن اعتقد ان اللي بيتعب في وقت معين في حياته بيفيده في المستقبل. دي حقيقه فعلا. م- طيب انا عايز اخد خطوه لورا كده، م- ويعني حضرتك لما اتخرجت من فنيه عسكريه م. يعني اخترت مجال الصيانه ازاي؟ وانا ليه اه. بسال السؤال ده؟ علشان كتير من المهندسين بيبقى طالع من عنده الدايركشن مش واضح، م- يعني مش عارف يشتغل ايه، مش عارف انا اروح اشتغل صيانه ولا اشتغل انتاج ولا اشتغل جوده. انا مش قادر احدد انا حابب ايه او شغفي فين. م- درست مواد كتيره في الكليه، وتقول له انت بتحب ايه في الكليه، بيقول لك عادي يعني المواد كلها كويسه. م- حضرتك يعني خدت الاتجاه بتاع الصيانه م. ازاي؟ يعني هو انا يعني لما درست الميكانيكا وكنت بحبها جدا. وهي جت في طريقي يعني بعد كده بدل يعني دورت الأول عليها
انا عايز اشتغل في المجال التكنيكال ده، مش بسهولة تشتغل بيه في الجيش. وربنا يسر لي الامور واشتغلت فيها في يعني في وحدات بتشتغل فيها كتير في المجال ده. وبعد كده لما طلعت كنت هسيب المجال ده، وكنت طالع اعمل عمليات وكده ومش عايز اتعب نفسي. وبعدين لقيت نفسي ان انا بحبه و... ومحتاج ارجع اشتغل فيه تاني، فاشتغلت فيه تاني. والحمد لله لما تشتغل في حاجة بتحبها بتنجح فيها. مم. يعني الشغف هو اللي قادك ان انت تكمل في الميكانيكا والصيانه يعني. هو اللي قادني، وهو اللي خلاني يعني حب الهندسة الميكانيكية وحتة ان انت كل يوم بتشوف جديد، مم. غير ان انت قاعد في اي حاجة تانية. انت ممكن تكون اللي بتعمله النهاردة بتعمله بكرة بتعمله، لكن في الصيانة لا، انت ممكن كل يوم بتشوف جديد، كل يوم بتتعامل مع تحدي صعب، مم. ولما بتنجح فيه بت بتحس برضا نفسي مم. شوية. وسعاده. مم. وسعادة. انا عملت انجاز. طيب حضرتك في بدايه شغلك كنت بتشتغل بايديك وشايف ان ده صح، ولا لان انا كتير من المهندسين يقول لك لا انا مهندس، انا لو اشتغلت بايديا انا كده يعني لا انا مهندس ما اشتغلش بايديا، دي حاجه مش صح. وفي بعض الناس بتردد الكلام ده مثلا في السوق وفي السوشيال ميديا ان المهندس ما يشتغلش بايديه. اه. فانا بتكلم تحديدا في مجال الصيانه، الصيانه الميكانيكيه والصيانه الكهربائيه يعني. هل لو انا راجل سايت انجينير، راجل شغال في ورشه، راجل شغال انجح بقى معدات تقيله او مصانع، اشتغل بايديا ولا لا؟ اقول لك حاجة، نتكلم عن مثلا عن حاجة كده زي هيراركي كده، بيتكلموا عنه في علوم الإدارة. احتياجي للمعلومات التكنيكال في بداية حياتي كبير، فانا التكنيكال سكيلز في كل، طالما مستوايا انا لاين مانجمنت، لاين مانجر او مهندس صغير، انا محتاج المعلومات التكنيكال هكتسبها بالممارسة، ان انا اشتغل احيانا بايديا. مش لازم اشتغل دونكي وورك، يعني مش لازم اعمل الدونكي وورك، ممكن اعمل الحاجات اللي هي صعبة شوية. انا محتاج مثلا ان انا امسك المفتاح علشان اعرف، لما اقول لواحد اعمل كده فك كده اعمل كده، محتاج ان انا اكون مسكت المفتاح بايديا. في حاجات بتكون علشان تمانجها بتكون مريت بيها، لكن مش معنى كده ان انت مطلوب منك تشتغل بايدك، لا، مش مطلوب منك تشتغل بإيدك، انت مطلوب منك تشتغل بإيد الآخرين. لو انا اشتغلت بإيديا واللي حواليا بيتفرجوا عليا، انا خسرت كتير، خسرت ان انا عملت شغلانة واحدة، خسرت ان اللي حواليا ما بقوا مش حاسين بأهميتهم. فانا خسرت كتير. فانا في بداية حياتي اشتغل بايديا، بس ما بقاش ده اسلوبي الرئيسي. اشارك الناس. بالظبط كده، بنشارك بعض. اشارك الناس ابقى اقوى، مم. اشارك الناس ابقى اقوى بكتير، اتعلم حاجات اكتر، مم. اخش هنا واخش هنا واخش هنا، واقوي التكنيكال سكيلز بتاعتي. مم. تكنيكال سكيلز اللي هي انا ازاي بعمل الحاجة دي، ازاي انا بعملها بايديا او بايدين غيري، تمام، البروسيجر ازاي، الطريقة بالظبط ازاي. لكن لو كبرت بعد شوية لا، بيخش لي مثلا زي ما بيقولوا ايه، يعني مانجيريال سكيلز لازم اتعلمها، اللي هي ادارة الاخرين. لما اكبر شوية لازم اعرف ادير الاخرين، لازم ازاي اشتغل بايدين الناس. لو انا ما مريتش بالمراحل التكنيكال الاولانيه مش هعرف اطلعه. لو انا صحيت من النوم لقيت نفسي مدير، انا فعلا مش هعرف امشي الفنيين، وده اكيد انت شفته في حياتك طبعا كتير. طبعا. اي حد بيخش مجال كتير، بيخش مجال جديد، في نوعية مثلا من الفنيين بيحب يلعب بيك، بيحب يقول لك معلومات غريبة او كده علشان هو بيختبرك. لو لقاك انت ممكن في الاول ما تبقاش عارف، لكن لو لقاك انت فضلت مش عارف، هو كده يعني حس بالانتصار من جواه،
بعد كده هتبص تلاقي نفسك انت مش قادر تقوده، مش قادر تمشيه. الاثوريتي مش كفايه. انت اسمك المهندس، بس انت على ارض الواقع انت مش مهندس، اه انت هو اللي بيمشي الشغل مش انت. بالظبط كده. وكمان في الحس الهندسي برضه يا باشمهندس حسام، يعني اللي هو يعني انت النهارده انت في يوم من الايام هتتحول من سايت لبلانر. اه عشان تعرف تخطط الشغل لازم تبقى انت يعني عارف يعني ايه بنسة لحام، اه عارف مسكتها عامله ازاي، صح. عارف ان هي متعبه ازاي. صح. مفتاح ده انت تشتغل على مثلا في ونش عالي، فانت عارف يعني ايه واحد واقف في ونش ارتفاع 20 متر مثلا. بالظبط. فالحاجات دي مؤثره لازم عشان انت تبقى انت فاهم. لان مم. هو لو اعتقد ان هو لو ما مرش بالحاجات دي هيبقى عنده مشاكل كبيره جدا في التخطيط، ومش اه هيعرف يخطط بشكل مظبوط يعني. مم. طبعا من ضمن التخطيط وانا بخطط الوقت اللي انا هعمل فيه الحاجة. فانا لو انا هاخد المعلومة من اللي تحتيا، فانا عايز 3 ايام عشان اعمل الحكاية دي. لو انا مريت بيها او اتعملت قدامي او شاركت فيها، لا انا اعرف بالظبط اقول له اعملها في قد ايه، هو على الاقل لاني عارف عارف البروسيجر 1 2 صح، 3 4 5 6. او على الأقل عارف اقل وقت واكبر وقت، يعني حتى لو عارف رينج، انا عارف ان هي بتاخد مثلا من الى اه يعني مثلا تاخد 3 ساعات، ما حدش يجي يضحك عليا يقول لي تاخد 3 4 ايام يعني. مم. طيب المشكله اللي بتقابل المهندسين مع الفنيين، يعني مهندس حديث تخرج، مم. يعني اكتر سؤال بتساله الفتره اللي فاتت، مم. يا باشمهندس انا مهندس حديث تخرج والفنيين بيتعاملوا مع مديري، بيتواصل مع مديري بشكل مباشر، اه وانا ببقى يعني بحس ان انا مهمش وماليش دور، اه اعمل ايه واتعامل مم. ازاي في موقف زي ده؟ مم. في رأيي أي مشكلة مع مديري يبقى حلها كوميونيكيشن، إن أنا أتصل بيه أكلمه. والله الناس دي بتجيلك، فأنا كده مش أنا ماليش دور، أنت كده مش مستفيد بيا. فممكن نشوف طريقة بحيث إن أنت لو أنا مش قادر أوصل لك المعلومة اللي أنت بتاخدها منهم، إن إحنا نعمل اجتماع مثلا دوري، وكل واحد يتكلم ويقول لغايه ما اوصل بنفسي ان انا اعرف اكوميونيكيت المدير واوصل له المعلومه اللي هو عايزها، فيبتدي هو يتعامل معايا. في نفس الوقت لازم هو يحس ان انا اقدر اعمل له اللي هو عايزه، اقدر اعمل له اللي هو عايزه، مش الفني هو اللي هيعمل له اللي هو عايزه. فلازم اثبت وجودي ازاي؟ اثبت وجودي بشغلي وبالكوميونيكيشن. تمام. وطبعا كل ما انت بتمارس يعني كل ما بتتعامل مع شخص فانت عرفته كويس، فانت الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك بتتحسن، عرفت النقط اللي هي بتستيميوليته فين، هو عايز ايه بالظبط، هو ليه بيكلم الفنيين. فاصبح ان انت كده اثبتت دورك. لازم يبقى المعلومات عندك انت، هو طول ما اه هو بيكلمك ولاقي ان المعلومات مش موجوده عندك، بالظبط كده. هو في الاخر عايز يمشي الشغل. اه فهو بيضطر انه طبعا هو ده مش مبرر لده، بس هو ده السبب يعني، السبب الجذري ان هو لو كان لاقي ان انت المعلومه عندك مش هيروح للفني، او اللي هو عايزه انت ما بتعملوش، او اللي انت صح. او اللي هو عايزه انت ما بتقدرش تعمله. طيب مم. بنسمع برضو حاجه كده انا ضدها جدا، مم. وانا عارف ان حضرتك علمتني ان احنا ضد الحته دي يعني، مم. بس بقينا نسمع كتير كده يقول لك ايه، انا بروح اقف جنب الفني عشان اتعلم منه. اه فدايما انا اقول لهم لا، انت المفروض اللي يتعلم الفني. اه الفني المفروض ان هو يعني انت راجل مهندس حصل على اه بكالوريوس هندسه، مم. الفني عنده خبره المكان، اه انت عندك العلم اللي في كتاب، اه المفروض انت تربط العلم ده مم. بالعمل. يقول لك لا اصل انا ما اتعلمتش عملي في الكليه، اه فانا عايز اتعلم من الفني. مم. راي حضرتك ايه في الجزئيه دي، يعني جزئيه ان انا اروح اتعلم من الفني، او ان انا مستني، لان انا بشوف امثله مش صح، لان هي بتضر المهندس، يعني هي بتضر المهندس جدا، ان هو بيروح فعلا يروح يسال الفني اعمل دي ازاي. مم. يعني ايه، وبقى ناصح شويه يقول لك لا اصل انا بتعلم منه من غير ما ياخد باله. مم. مم. يعني من غير ما ياخد بالي، يعني هو مم. الفني ده مثلا ايه، فانا بقول لهم لا، هو الموضوع مش كده اصلا، هو مم. الموضوع ان انت لازم يعني، انا بشوف من وجهه نظري يعني انت لازم تبقى انت الاول صريح مع نفسك وعارف امكانياتك كويس، مم. ومش عيب ان انت متبقاش عارف الحاجه، هو مم. العيب ان انت ما تتعلمش الحاجه دي. اه راي حضرتك ايه في المعضله دي، يعني خصوصا بقى انا بتكلم عن مهندس، يعني مهندس لسه حديث تخرج، مهندس لسه جديد،
وداخل واحنا عارفين ان الصيانه صعبه وكمان السوق شرس يعني السوق، وكمان الفنيين مش من كتر ان هو بيبقى شغال بيبقى برضو الادرينالين عنده عالي، فبيبقى شويه عصبي شويه طف في المعامله. شايف ان المهندس ده جاي ياخد مكانه. حضرتك شايف القصه دي نتعامل فيها ازاي؟ هو طبعا هي في البدايه انا لازم احسسه ان انا مش جاي اخد مكانه، انت في حته وانا في حته تانية خالص. تاني حاجه اتعلم منه. احنا كلنا بنتعلم، كل يوم بنتعلم، بس ما هواش متعلم زي ما انا متعلم. ما هواش بيتعامل بالحاجه باسلوب علمي علشان انا رايح عشان اتعلم منه. لا، انا اذا كان موضوع فك وتركيب، فالفك والتركيب اكسبيرينس ممكن اي حد يكتسبها، ممكن المساعد يكتسبها. انما في الاساس عشان اعرف اصلح حاجه لازم اعرف شغاله ازاي. ممكن الفني ما اعرفش شغاله ازاي، ممكن عدى عليه العطل ده فعمله قبل كده او صلحه قبل كده، فهو ده السبب. لكن انا هتعلم منه. مش اكيد ان انا ينفع ان انا اقول ان انا رايح اتعلم الفن. لكن اللي الواحد يعني متأكد منه ان انا اقدر ان انا هقرا واشوفه وهو بيعملها. تمام. عرفت بتشتغل ازاي هعرف اصلحها، ما عرفتش بتشتغل ازاي مش هعرف اصلحها. Sponsored by Rocall Egypt Specialty Lubricants. Performance you can trust. اعتقد ان المهندس يعني يعني دوره مش عايز اقول دوره، يعني الفني مش محتاج من المهندس ان هو يروح يفك مكانه. الفني محتاج ان المهندس يسهل له شغله. يعني انا دخلت مصانع كتير وشفت ناس كبيره للاسف يعني يقول له انت اتصرف، احنا عندنا بامب مثلا عايزين نعمل لها عمره، اتصرف، عندي جزء مكسور، اتصرف. فاعتقد يعني ان المهندس دوره ان هو يكون زي ما بنقولها كده مسهلاتي. دوري ان انا اخلي الفن اللي شغال بالعده مرتاح. طول ما انا الراجل بتاعي اللي شغال بالعده دي مرتاح، انا كده ناجح في شغلي كهندسه. لو انا عكس كده انا عندي مشكله كبيره جدا في التخطيط بقى والتنظيم والاداره وكل الكلام ده. لو انا الناس تحت على ارض الواقع شغاله تعبانه، مش بتكلم تعبانه ان في مثلا حمل شغل كبير، لا، تعبان وانا شغال بالعده. يعني بعمل تصرفات بدنيه غلط، بشتغل تحت ضغط نفسي مش مظبوط، بشتغل في وضع غير امن، برحم مثلا جنب التانك ده لو حصل فيه تسريب ممكن يحصل لي اصابه. ومثلا عشان لقمه العيش انا اقول له ايه، لازم تشتغل ولازم تعمل ده بالشكل الفلاني. فاعتقد ان الفني مش مستني من المهندس، ودي برضو حاجه كتير المهندسين مش فاهمينها، ان هو يروح يشتغل مكانه، هو مش مستني يشيل شنطه اليد. اكيد. القصه هنا كمان ان المهندس هو المسؤول عن النتيجه. فبالتالي لو الفني اخفق انا اخفقت، فانا لازم اسهل له علشان لازم ينجح. هو لازم ينجح، ولازم لما اصلح احل المشكله ما تتكررش تاني. ودي اعتقد الفني ممكن ما ياخدش باله منها. صح. ممكن ما يتعاملش مع زي ما احنا بنقول مثلا بنتعامل مع الروت كوز. يعني ابسط حاجه اكيد انت بتقولها للناس في الصيانه، تدور على الروت كوز علشان الموضوع ما يتكررش تاني. فالفني ما هياش قدراته، بس ممكن نوصل بيه كده. ممكن نوصل بيه يعني نقدر نخليه العلم يفكر. والتدريب. يفكر العلم بالطريقه والتدريب دي مهم جدا جدا جدا. لو انت قاعد في مؤسسه لا فيها تدريب ولا فيها تعلم، المؤسسه دي عمرها ما هتطلع قدام. لكن العلم والتدريب بينقل البرفورمانس بتاع اي مؤسسه في حته تانية خالص. ويعني حته انك دخلت في مجال التدريب دي نقطه، يعني نقطه كويسه جدا، يعني نقطه يعني بصراحه المفروض تبقى موجوده يعني كتير في السوق، وناس بتدي حاجات فعلا تفيد. طب رأي حضرتك بقى، احنا بنسمع كده في الجيل الجديد يعني اللي هو جين زي، احنا بنشتغل على قد فلوسهم. رأي حضرتك في السلوجان ده ايه، بنشتغل على قد فلوسهم؟ هو ده بنسمعه من زمان.
ده مش جديد يعني. اعتقد ان اللي مروجوا موظفين الحكومه مثلا ايام ايام زمان مثلا، اللي هو بيروح يمضي ويمشي. طب انت بتروح تمضي وتمشي، انت ارتضيت ان انت تشتغل الشغلانه دي ومن الساعه كذا للساعه كذا وبمجهود ووصف وظيفي معين، مم. فانا ارتضيت اشتغلها ان شاء الله تكون ببلاش، انا لازم اراعي ربنا فيها. صح. مفيش حاجة اسمها على قد فلوسهم، لا انا لازم اراعي ربنا فيها. اشتغلت ارتضيت ان انا اشتغل من الساعة 8 للساعة 5 ونص ساعة راحة في وسط اليوم او ساعة راحة، يبقى هشتغل الوقت ده وهدي كل طاقتي، مم. سواء الفلوس اللي باخدها كتيرة او قليلة. قليلة. ربنا هيبارك لي بقى، ربنا هيبارك لي في شغلي. مم. في سؤال دايما مهندسين حديث تخرج بالذات، وانا يعني بنأكد عليهم، مم. بيسألوه يعني لو انا عايز رود ماب عشان اشتغل في مجال الصيانة اعمل ايه؟ مم. يعني لو احنا عايزين بشكل بسيط، يعني مم. انا عارف الموضوع كبير ويعني، بس يعني لو هو عايز يتخصص ويشتغل في مجال الصيانة، يعني ايه بعض النصايح اللي احنا ممكن نديها له؟ اول حاجة ان انا يبقى انا عارف ومتأكد ان انا داخل على طريق صعب، ان انا اخترت الطريق الصعب، فانا موافق ان انا يعني اتعامل مع اي حاجة، اي صعوبات هتواجهني. يعني بمعنى ان انا تاني حاجة، انا رسالتي، انا مش انا الرئيسي في الموضوع. انا شغلانه مساعده. الصيانه هي شغلانه مساعده إنتاج. للشغلانه الرئيسيه اللي هي مثلا الانتاج باي صوره من صوره، الانتاج او سواء التشغيل ايا كان بقى. شركه مثلا زراعيه، شركه صناعيه، شركه هنقول عليه الانتاج. فانا مش الشغلانه الرئيسيه. دي النقطه التانية. النقطة التالتة ان ان انا ليا رسالتي ان الشغلانة الرئيسية ما تقفش، ان انا اسهل الشغلانة الرئيسية وظيفتها، وبالتالي ما احطش نفسي ند للانتاج. انا لا انا شغلتي ان انا ايسر له، اسهل له اموره، ان هو ما يعطلش. فبالتالي لا، وقف المكنة والدهاني، التاني عنده اوردر، فعارف انت الكونفليكت المعروف ده. لا، انا شغلتي على قد ما اقدر ان انا الجارد بتاع المكنه، انا اللي ربنا جابني علشان احمي المكنه بس. بس المكنه لازم تبقى شغاله، صاحب المكان اشتراها علشان يشغلها. لو انا طول الوقت بعمل فيها صيانه، يبقى انا كده المكنه مش مؤديه وظيفتها. لو هي طول الوقت عطلانه، يبقى انا كده مش بأدي وظيفتي. يبقى انا لازم اتقبل الحاجه دي. الحاجه التانية، ان انا طالما دخلت في السكه الصعبه دي، اي حاجه هتواجهني لازم اتعلمها. لو لقيت نفسي ما نجحتش في الاول، لازم افضل ورا الحاجه لغايه ما انجح، لان انا عارف ان انا داخل في السكه الصعبه. لما انجح، انا الاقي نفسي مشيت مشوار كبير محدش مشيه غيري. لما اتعلم، الاقي نفسي مشيت مشوار كبير محدش مشيه غيري، الاقي نفسي في حتة وبقية الناس اللي في المجالات التانية في حتة تانية. تمام. لما اكبر بقى، لو اوصل لمدير صيانة او مش عارف ايه، لازم لو عايز اكبر عن كده، لازم مضطر اغير الكارير بتاعي. فانا مش هفضل ابقى عارف برضو ان انا مش هفضل طول عمري في الصيانة. انا لا، لو عايز اكبر لازم ابتدي اتعلم مانجيريال سكيلز، وابتدي اتعلم كونسبشوال سكيلز، اللي هي ازاي تشوف الحتة من فوق، يعني الشغلانة من فوق. او لو هفتح بيزنس زي ما انت بتقول، هبتدي هبص برضو، هتعلم ماركتينج، هتعلم اي سكيلز تفيدني في مستقبلي. عظيم جدا. عايز اخد حته كده حضرتك قلتها في السؤال، اللي هو مشاكل ما بين الانتاج والصيانه، والانتاج والجوده، والانتاج والتخطيط، والمعضله دي تتحل ازاي؟ يعني ما طول الوقت بقى احنا شغالين، واحنا بدل ما احنا في شغل في كونفليكت، ف يعني بنقول ايه، بنخاف من الجزر المنعزل. ايوه. ان الصيانه انا بصين،
الانتاج انا بنتج، التخطيط انا بنزل البلان وماليش علاقه، الرو ماتيريال عندك، بتاع الجوده انا ماليش علاقه باي حاجه تحصل، الانتاج يطلع ما يطلعش، انا اهم حاجه عندي الانتاج يطلع سليم. فهو كل واحد ممكن يكون نيته يعني صادقه، وهو ليه رغبه كويسه ان هو يعمل شغله بشكل كويس، بس المردود على ارض الواقع بيدور البيزنس، ان الشغل في الاخر بيندار، الناس عماله تشتغل عكس بعض. ان كل واحد مثلا تلاقي ان المكنه وقفت، بتاع الانتاج قال لك هي المكنه وقفت، وبنشوف كنت بشوف كتير جدا ان الكهرباء تقطع، تلاقي ناس عماله فرحانه يا حبيبي احنا مش هنطلع انتاج مش هنقبض اخر الشهر فنحل القصه دي ازاي؟ هو الحل في الاداره، في اداره المكان او اداره الشركه، لازم يوحد الهدف، لازم كله يبقى هدف واحد. ازاي؟ كل واحد يبقى له KPIs بيسعى ليها، بحيث انها بتصب كلها في ان الشركة تربح. الهدف الرئيسي ان الشركة تربح، عشان الشركة تربح لازم الانتاج يشتغل، علشان المكنة تشتغل لازم اعمل فيها صيانة، واعمل فيها صيانة زي ما انت بتدي في كورساتك كده استباقية. الشغل الاستباقي انا مش مستني المكنة توقف وتعطل علشان خاطر اطفي الحرايق او كده. يعني اللغة دي معروفة في مجال الصيانة، الران تو فيلير ده اسمه بطفي حرايق. لا، انا مش عايز اشتغل كل حاجة ران تو فيلير، انا عايز اشتغل الشغل مخطط. عشان الشغل يبقى مخطط بعمله استباقي، عشان اعمله استباقي لازم افتش ولازم اعمل اكتيفيتيز علشان اوصل للاسلوب ده في الاداره. تمام. ده في الصيانه. الجوده مش شغلته ان هو يعني مش هو برضه مساعد للانتاج. فهو بالتالي هو يبقى فاهم ان مش شغلتي ان انا اوقف الانتاج وخلاص، لما يطلع اي منتج نون كونفيرمتي اوقف الانتاج وخلاص. لا، لازم اساعد ان انا ازاي احل المشكله، ادور على السبب الجذري، اساعد الانتاج بحلول يعني. بالظبط كده. فانا الصيانه هو مساعد للانتاج، الجوده هو مساعد للانتاج، التخطيط مساعد للانتاج، التخطيط هو مساعد للانتاج. فالحل هنا هو وحده الهدف، ان يبقى فيه زي إدارة. الإدارة دي بتقول بتاع الصيانة عايز ياخد المكنة دي يعمل فيها شغل، بتاع الإنتاج عنده أوردر، بخطط احنا هنوقف المكنة كذا وهنعمل الصيانة الساعة كذا، فأنا كده كل الفريق اشترك في الهدف. في الاخر خالص طلعنا الانتاج اللي مطلوب، العميل ساتسفايد ولا لا، هو ده الهدف من حضرتك شايف ان الصيانه مركز يعني كوست سنتر ولا بروفيت سنتر؟ يعني مركز تكلفه ولا مركز ربحيه؟ المفروض احنا نبص لها ازاي من وجهه نظر حضرتك؟ سؤال صعب. هي الصيانة كلها يعني كلها مصروفات، لكن البروفيت سنتر مش لما اكون بقدم خدمة لغيري. لو اعتبرت ان الانتاج هو العميل بتاعي انا ممكن ابقى بروفيت سنتر، لاني انا يعني لما الداون تايم اللي بوفره، انا بحوله لوقت انتاج، فكده اصبحت بروفيت سنتر. ان كل ما قللت الداون تايم كل ما قللت. في تصنيف كده بتوع الاقتصاد بيصنفوه للي بيشتغلوا في الصناعة، بيقول لك البرودكتيف والان برودكتيف. نون برودكتيف الفاليو اد ونون فاليو اد. البرودكتيف بتاع الصيانه برودكتيف ولا مش برودكتيف؟ نيسيسري نون فاليو اد، هو في النص، او نيسيسري نون فاليو اد. والله في يعني ماركس تقريبا كان بيصنفوا انك انت لما بتعوض الداون تايم انت حطيت انتاج مكان الداون تايم، فانت اصبحت كده برودكتيف. يعني في بعض الآراء بتصنفه برودكتيف.
هو انا فاهم ان هو في الاخر هو جوه اداره جوه الشركه، هو في الاخر مركز تكلفه يعني بالنسبه للاداره الماليه. انا كنتش بتكلم على اللي هو الاداره الماليه بمفهوم الاداره الفاينانشال، يعني انا مم. اقصد اقول ايه، ان احنا المفروض نبص للصيانه ازاي، اه نبص لها ان هي بروفيت سنتر، ان انت لو ما اهتمتش بالصيانه اه هتدفع كتير قوي، وهتدفعها مش فلوس بس. صح. يعني في كده مثال، كان في حد كنت حضرت كده يعني محاضرة لحد أمريكي، مم. فكان عامل في الباوربوينت بتاعته حاجة حتى اقتبستها منه يعني. مم. فكاتب عامل كده صورة مم. لناس عمالة بتطبطب على المكنة كده، ويعني ايه، وبتاخد بالها منها كأنها مثلا ايه بتدلعها يعني. مم. ومثال تاني، المكنة دي عندها بق كبير فاتحة بقها وعايز تاكل الناس. مم. فبيقول لك ايه العنوان فوق ايه، لوك يور ماشين مم. بيفور الماشين ليك يو، او ليك اه اس. اه يعني كل مكانتك قبل ما المكنه تاكلك، فالمكنه لو اه كلتك هتاكلك بقى يعني ايه اصابات هتخسرك. وجوده مم. ومشاكل كتيره مم. يعني مم. في الموضوع مم. ده. فيعني حلو ان احنا نقول ان احنا الهدف اللي هو الهدف الموحد مم. لو احنا حاطينه، اعتقد ان احنا هنقدر يعني الشركه تكسب وتربح يعني. اه وده هيجي من فهمنا لدورنا. اه يعني لو انا فاهم دوري ايه مم. كصيانه او انتاج او جوده، اعتقد ان المشكله مش هتبقى موجوده يعني. في نظام مثلا بعض الشركات، يعني انا شفت ده وكان كويس، بتحط حوافز الانتاج على الانتاج، مم. بتدي الناس كلها. مم. ف... فهو مثلا لو محققش تارجت معين، كل الناس ما آه، بتاخدش كل حافز. الناس ما انا اشتغلت بتاخدش، كده. فبيطلعوا كلهم يساعدوا الانتاج. مم. انتاج بتاع الصيانة ممكن يروح يقف على المكنة، وده وحدة الهدف دي بقى دي كويسة قوي. يعني يعني هو فعلا انا اشتغلت في اماكن كده كان فيها مثلا لو ما حققتش رقم معين من حاجه اسمها البادجت بلان، اه خطه الانتاج اللي هي الشامله بقى، يعني ان اه احنا نطلع من كل موديل عدد معين. لو ما مم. عملناش ده مم. كلنا مش بقى انتاج ولا اه السايت او الفاسيلتي ده كله ما بياخدش حافز. اه الحافز ده بيبقى رقم كبير. اه فاحنا كلنا لا، احنا عارفين ان احنا لو قلينا مثلا عن 70%، اه لو انت قلت عن 70% انت مش هتاخد حافز. اه فالحافز ده انا اتضريت وانت اتضريت. وفي نفس الوقت لو احنا حققنا الانتاجيه بتاعتنا مم. سنويا، بيكون ليا نسبه من البروفيت بتاع الشركه. مم. فبرضه بيعود عليا الانتاج ده بيعود عليا برضه بالايجاب. اه فبيبقى في نوع من انواع التعاون ما بين اه الناس يعني. ده بقى مبدأ دراكر، اللي هو مانجمنت باي اوبجكت. باي اوبجكتيفز. طيب الجزء بتاع يعني كتير من المصانع حتى الان يعني، ومش مصانع صغيره، مصانع بتبقى كبيره. يعني ممكن تبقى كبيره كمان ورائده في الصناعه بتاعتها يعني. بيطبقوا الكوركتيف مينتنس او رون تو فيل، وهو مش مقتنع ان انا اطبق مثلا الكونديشن بيزد مينتنس. او لما تيجي تكلمه مثلا ان احنا لازم نبدا نطبق الكونديشن بيزد مينتنس او اطبق الريسك بيزد مينتنس، دي حاجه هتعود عليك انت في الشغل. بس هو لا، شايف ان احنا ما نجيبش قطع غيار، ولما المكنه تبوظ تصلحها، ولما تخرب تصلحها، ولما يحصل مشكله نحل المشكله، ولما تطفي الحاله انا يعني ايه، هنشوف السبب الحقيقي دي ايه وخلاص. راي حضرتك الموضوع ده سببه ايه؟ وعلى فكره هو مش في مصر، يعني انا شفته في مصر سببه وبره مصر، يعني هو ما مصر وبره. بيقص. لا، ما هو ممكن يكون انا مش محتاج للبريفنتيف والبريدكتيف برو اكتف. والكونديشن بيزد، والبرو اكتيف. لكن انا لو انا بقيس، هبقى محتاج لازم اقيس. اقيس يعني ايه؟ اقيس انا المكنه بتشتغل قد ايه، وبتطلع قد ايه، بتطلع انتاج قد ايه، وبتشتغل وقت قد ايه، وبتصرف قد ايه. لو انا بقيس هقدر اقارن نفسي، هقدر اقول انا امشي ازاي، امشي بريفنتيف، ولا امشي كوركتيف، ولا كونديشن بيزد، ولا برو اكتيف، امشي ازاي. ما هو في الاماكن دي في الغالب اللي بيتكلم بالطريقه دي، م- لان هو مفيش سايت م- يعني موجود في الدنيا كله كوركتيف، يعني كله نون كريتيكال مفيش. م- لازم يكون على الاقل عندك مكنه واحده كريتيكال. م- يعني لازم برضه يبقى عندك مش هقول مكنه، مش هقول سيستم، عندك ايكويبمنت، عندك مينتينابل ايتم كريتيكال. بالظبط. يعني هيبقى عندي حاجه برضه كريتيكال، عندي كده تغير غاليه. اه يعني عندي حاجه لو باظت هتكلفني كتير، اه فانا محتاج ان انا دي اهتم بيها اه يعني. بس هو المشكله دي اللي بنلاقيها، ان هو مش شايف ان الصيانه دي لا، هو ما يصرفش عليها. انا بيبقى سبب من وجهه نظر حضرتك ايه؟ يعني ايه السبب اللي بيخليه يفكر بالطريقه دي؟
سبب حضرتك رأي ايه بنكش انا ها. اللي هي إدارة المعلمين دي. عم الحاج المعلمين، ايوه. انا عارف عم الحاج ايوه. بقى جايب تليفون كده وحطه جنبه وبتاع وانا يا ابني المكنه دي محدش واقفه ليه؟ بيعرف يعمل حاجة غيري. لا، هي دي إدارة شوية يعني متأثرة بالثقافة اللي صاحب المكان هو متأثر بيها. يعني انت لسه كنت بتقول لي انك مثلا بتقول لحد هندس الشغلانة شوية، هات مهندس، فهو مش مقتنع ان المهندس هيفرق معاه، لانه هو ثقافته كده. فهي دي مشكلة هو شوية. بيقول لك المهندس ده يعمل لي ايه؟ هو انا سمعتها هيعمل ايه؟ والله سمعتها من كذا حد. هو المهندس ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل فازاي ايه؟ نقنعه ان المهندس ده ليه لازمه؟ لازم يفهم ان العلم هو السبب ان المكنه اللي جات له دي جات له بالشكل ده وبتعمل الوظيفه دي. هو العلم هو السبب. العلم اللي انت مش عايز تطبقه عندك ده، هو ده انت هتفضل طول عمرك حجمك كده. لو انت عايز تكبر انت محتاج شويه تطبق العلم. فالعلم هو السبب. النهارده كل حاجة قوية بالعلم. النهارده الأحداث اللي بتحصل في العالم كلها، القوي هو اللي عنده العلم. القوي العلم أصبح أهم من القوة العسكرية. المعلومات اللي انت بتعرفها بتخليك تضرب ضربة دقيقة، وما تهدرش مجهودك. فأصبح النهاردة العلم هو القوي قوي بالعلم. لو انت ما اهتمتش بالعلم عمرك ما هتبقى قوي، عمرك ما هتتقدم. عظيم جدا. يعني انا بشكر حضرتك على النصايح العظيمه دي. يعني انا حضرتك كنت وحشني جدا يا باشمهندس حسام. والله انا سعيد جدا ان اقعد مع والله حضرتك انا عشان انا شرف ليا بجد والله انا والله. بحبك يا يعني باشمهندس حسام والله العظيم. الحكايه دي يعني الموضوع ده والله يعني ما تتخيلش انا سعيد برضو قد ايه. طيب اطلع من الجزئيه دي واتكلم في الكونديشن بيزد مينتنس، يعني اللي هي الصيانه التنبؤيه والبريدكتيف اناليتكس والتحليلات التنبؤيه والاستباقيه. حضرتك شايف ان الكلام ده من وجهه نظر حضرتك بقى خبره اكتر من 30 سنه، يعني الكلام ده ابليكابل قابل للتنفيذ في الصناعه العربيه، مصر بقى، السعوديه، الامارات، الدول العربيه، قابل يعني قابل للتنفيذ؟ طبعا. طبعا. طب ليه ما بننجحش فيه في كتير من الشركات؟ ليه ما بننجحش في التطبيق البوليسي دي؟ في شركات كتيرة يعني، وده احنا صادفناه اكيد وانت صادفته، بينفست ويكبر ويعمل، وفي الاخر خالص بيلاقي نفسه ما بيبيعش. فهو درس التوسعات ودرس التطوير ودرس مش عارف ايه، وما درس البيع. الماركت. ودي في بلدنا للاسف كتير. يعني احنا يعني دي اعتقد ان هي ازمه من ازمات الصناعه في البلد، ان احنا مش قادرين نوصل لماركت كويس. الماركت ده هو اللي هيقول لي، هو اللي هيقودني انا هعمل ايه. انا محتاج الجودة بتاعتي تبقى شكلها ايه. ما طبعا الجودة مش معناها ان انت بتعمل احسن حاجة في الدنيا، لكن انا الماركت هو اللي هيقول لي انا عشان انافس هنا لازم تكلفتي تبقى قليلة، عشان انافس هنا لازم الجودة بتاعتي تبقى بشكلها 1 2 3 4، لازم مواصفات معينة. فاللي ناجح الدول الاقتصادية الناجحة هي ناجحة في الماركت. الصين بتعمل جودة عالية وتوديها أمريكا وتوديها أوروبا، وقادرة إن هي تغزو ألمانيا، وقادرة إنها تغزو حتى اليابان، وبتعمل جودة قليلة بتوديها للدول النامية اللي زينا مثلا. اللي هدف المستورد هو الربح فقط، وليس هدفه ان هو مثلا انه يبقى فيه منتج مثلا له اسم وله سمعة. يعني بما احنا بنتكلم في الصناعه، يعني كنت لسه عايز اتكلم مع حضرتك في التحديات، بس حضرتك دخلت عليها على طول، ان احنا يعني ان احنا ما بنعملش ماركتنج ريسيرش بشكل مظبوط، فمش عارفين الاحتياج فين هنا.
فما هي ما انا كنت بقول ان انا لما انا عملت انفستمنت وما بعتش، فانا ايه اللي يخليني اشتغل باسلوب علمي، وايه اللي صح يخليني اصرف؟ صح. انا هعمل بريفنتيف مينتنانس، يعني احط كل يوم شحم في المعده، احط فيها شحم ليه؟ انا ما بكسبش اصلا. احط فيها ما بتشتغلش. ما تشتغلش، احط فيها ما, ليه؟ ما بتشتغلش، احط فيها شحم ليه؟ مم. اه يبقى كده في الاخر ارجع ابيعها بقى، اه اطلعها في مزادها عشان تتباع. بالظبط كده. طيب الجزء بتاع الاندستري 4.0 واحنا دلوقتي داخلين في اندستري 5.0 كمان، مم. حضرتك شايف يعني شايف التطور الصناعي والجيل الرابع والجيل الخامس من الصناعه مم. تاثيره ازاي هيبقى موجود في مصر وفي الوطن العربي؟ دخول الاي اي والماشين ليرنينج والاي او تي، الموضوع ده هيبقى تاثيره ازاي على الصناعه في مصر وفي الوطن العربي؟ احنا يعني مشكلتنا ان احنا يعني واحنا هنبقى متأخرين طبعا، يعني هو احنا اكيد هنبقى متأخرين. احنا الاول علشان خاطر نخش في جيل جديد من الصناعة، لازم نبقى موجودين في الاسواق. عشان نبقى موجودين في الاسواق لازم يبقى لازم الاول نروح الاسواق، ونوجد لينا تواجد زي اي دولة، زي اي في دول كتيرة النهاردة ليها وجود في العالم، بصناعاتها ومنتجاتها اللي عاملاها من الصفر وما كانتش موجودة، علشان اخدوا بالاسباب. فاحنا محتاجين ناخد بالاسباب. ناخد بالاسباب ونشتغل، يعني نراعي ربنا في شغلنا. بالظبط يعني لو كده. راعينا ربنا في شغلنا اعتقد ان احنا يبقى لينا، احنا عندنا يعني عندنا طاقه بشريه محترمه جدا. يعني والله يعني انا بشوف بحكم يعني شغلانتي في مجال التريننج، يعني بتعامل مع مهندسين والله يا باشمهندس، في ناس في جيل فيهم وحوش طبيعي ما شاء الله. يعني انا بتعامل مع مهندس، يعني في مهندسين يعني وناس لسه في كليه الاقيه بيدرس مينتنس وريلابيلتي واسيت مانجمنت ودارس هيدروليك. مش بتكلم على الكليه، بتكلم ان هو مطور نفسه بعد الكليه ودرس مثلا اساسيات صيانه، ودرس ودخل كمان مطور نفسه في الجزء بتاع البايثون والكودينج وان هو ازاي يقدر يعمل. فتلاقي لا في وحشه طالع. يعني برضو في ناس ممكن تكون مريحه شويه، بس انا بتعامل مع ناس والله في ناس ما شاء الله عليهم، ما شاء الله. الناس دي هيبقى سعرها مختلف قوي في السوق. يعني الناس دي ويعني كنت مع مهندس محمود عصفور في الحلقه اللي قبل دي، فقال جمله كده، قال لك لو انت ما طورتش نفسك واشتغلت على التولز والتكنيكس هتكبر في السن وواحد تاني اصغر منك هيبقى مديرك. وفي الحاله دي هيبقى عندك مشكله، يعني هيبقى عندك مشكله كبيره ان انت طبعا. مشكله نفسيه، وانت مضطر يا هتمشي من المكان يا هتقبل تشتغل تحت حد اصغر منك في السن، وعشان اكل العيش وعلشان انت مضطر تشتغل ما عندكش حل تاني. فالموضوع لا فعلا الموضوع يعني والمنافسه بقت شرسه قوي يا باشمهندس حسين. يعني والله بتكلم بجد، المنافسه بقت شرسه قوي، وان حد يقدر يتعلم او يجيب المعلومه لا بقت سهله قوي عند اي حد. فالناس اللي بتفكر بقى بالطريقه القديمه ان انا يعني دايما نلاقي الناس الضعيفه كده، يعني اللي هو شغال وان مان شو، اللي هو عنده شويه معلومات فمخبيهم وفاكر بقى ان هم دول اللي مقعدينه في المكان وهو جامد بقى عشان عنده شويه دلوقتي بقى يعني الاي اي شات جي بي تي ديب سيك، اي حد عايز اي حاجه بيخش يجيب بالظبط. مبقاش في حاجه صعبه ان حد يقدر يجيبها. يعني لو عايز تعمل دراسه كامله، مجرد ان انت هتعرف تعبر بس عن اللي انت عايزه، تحط الانبوتس اللي انت عايزها وهيديك اوتبوت كويس جدا. فلا طبعا في تحديات جامده. الحته التانية هي الفنيين. الفنيين لازم يتعلموا كويس. احنا عندنا يعني في البلد برضو ازمه في العماله الفنيه. دي حقيقه. في التكنيكال سكيلز بتاعتهم، وفي الحرفه قلت شويه. احنا حاطينهم برضو مصنفينهم، يعني نتيجة ان هم متصنفين يعني تصنيف محدود شوية، فاصبح ان هو يعني بيعتبر نفسه قليل. فاللي هو الواحد كان بيشوف مثلا ناس بتقرا وتكتب بالعافية واخدين دبلومات مثلا، فلا هو المفروض يعني لما بيجي لك واحد من دولة تانية وبيركب مكنة واسمه تكنيشن. هو تكنيشن هو تكنيشن في الاخر خالص، ما هوش مهندس ولا حاجة.
هو بتحس ان في فرق كبير قوي بيننا وبينهم. فدي وتلاقيه بيتكلم كانه مهندس، يعني هو بيتعامل معاك، بيتعامل مع المهندسين ان هو متعلم كويس، عشان هو متعلم كويس. عشان هو متعلم كويس، عشان هو تم استثمار في العلم. بالظبط. طيب ايه الفرص التحسين الموجوده عندنا في الصناعه؟ يعني ايه الفرص اللي من وجهه نظر حضرتك في الصناعه في مصر وفي الوطن العربي؟ يعني ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ الفرص يعني. هو انا مش يعني السؤال ده انت ممكن تساله احسن لاصحاب اعمال. بس يعني في اعتقادي يعني ان اصحاب الاعمال مثلا، ان ممكن الشركات الكبيره تبتدي مثلا تعمل لنفسها مدارس فنيه. يعني يبتدي يعمل، اعتقد السويدي مثلا عامل، العربي يعمل كده، والعربي يعمل مدرسه فنيه. يعني انا كنت بحكم فيها في 23. شفت طلبه وحوش. شفت كان في 2 طلبه عاملين نضاره للناس اللي عندها مشكله في عينيهم، يعني كفيف. نضاره للكفيف. النضاره دي فيها سنسورز. مبدئيا النضاره دي وعلى فكره مش شكلها حلو ولا حاجه، ده هي بحاجات بدائيه جدا. عامل سنسور يقدر يقيس بيه نبضات القلب، ويقدر يقيس بيه حرارته، كمان مربوطه فيها سيم كارد، فمربوطه بالامرجنسي كول. وتقدر كمان فيها صوت، بحيث ان انت لو انت ماشي تبدا تعمل لك صوت، ومش صوت عالي، يعني صوت انت سامعه. يعني لو انا واقف بعيد مش هسمعه، بحيث ان زي سنسور العربيه كده يقول لك انت قريب ولا بعيد. وده طلب يعني مدرسه فنيه. فالكلام ده انا يعني ايه، يعني شهدت عليه يعني. فلا، في ناس والله ناس كويسه جدا، الناس طالعه يعني كويس جدا. والنقطه الثانيه هي ان محتاج يبقى في يعني زي صرف يعني على التطوير. الR&D. انت في الشركات العالمية انت بتلاقي العلم موجود في الشركات مش في الجامعات. بتلاقي الشركة بتصرف على الR&D بتاعها، بتطلع كل يوم منتج جديد، بتطور منتجها، بتطور. فالحتة دي عندنا لا موجودة في الجامعات ولا موجودة في الشركات. بعض الشركات برضو بتشتغل على الموضوع ده. يعني انا بحكم ان انا كنت اشتغلت في العربي، يعني لا هم عملوا الموضوع ده، وبقالهم فتره بيستثمروا في الريسيرش اند ديفلوبمنت، وكمان بيدعموا الجامعات. يعني بيشتغلوا مع جامعه منوف، كهرباء منوف، وبيشتغلوا مع جامعه هندسه شبين الكوم برضو. وبيعملوا زي مسابقات للطلبه، وبيدعموا المسابقات. انا كنت اشتغلت معاهم في عربيه، كانوا في 23 و22 كانوا عايزين يعملوا عربيه من غير سواق. عربيه عشان بحيث اللي هي تبدا تعمل ليها اسم في المخازن، تقريبا اسمها الاي في كارج، بحيث ان العربيه تنقل الخامات من غير ما يحتاج لفورك ليفت او سواق او كده. ونجحنا ان احنا عملنا زي بروتوتايب صغير ان بننقل العربيه. ما كانتش احسن حاجه، بس وصلنا ان احنا مثلا في دور تاني عندنا عربيه بالدي سي تقدر تنقل بيها، عندها القدره تنقل مثلا 4-5 عربيات خامات. كويس جدا. اقدر انقل ده. ويعني ممكن كان فيها بعض المشاكل الفنيه، بس قدرنا عملنا الكلام ده في وقت قليل يعني، وبتكلفه ما كانتش كبيره، وبمساعده الطلبه. وبالمناسبه اللي كانوا طلبه في المشروع ده مدير صيانه كهربائيه في مصنع انا كنت شغال فيه دلوقتي. ما شاء الله. الكلام ده كان طبعا كنا بدانا المشروع من قبل كده، وهو لسه في الكليه. دلوقتي هو يعني ما شاء الله عليه مدير صيانه، يعني مهندس مجتهد جدا كهربائيا يعني. ده نقطه طبعا ايجابيه جدا، ويا ريت بقى كل المصنعين يتجهوا للاتجاه ده. لو بتكلم مع حضرتك في الجزئيه الخاصه بالشهادات الدوليه والاعتمادات، النهارده بنشوف كتير من الدول او الشركات بتطلب بعض الشهادات الدوليه، وكتير من المهندسين بيروح برضو ورا حته ان يبقى معايا سيرتيفيكت وانا مش مؤهل ليها، او انا مش فاهم يعني انا ما عنديش القدره على تطبيق الكلام اللي في الشهاده. انا حضرت بريبريشن كورس مثلا او كورس تحضيري، بس انا وحفظت اسئله، خدت اسئله بنك اسئله وحليت، تمرست على حل الاسئله، لكن انا على ارض الواقع انا ما عنديش الخبره او القدره ان اقدر انفذ الكلام ده على ارض الواقع. وجهه نظر حضرتك في الاهم، هل هي الاعتماد ولا الشهاده، ولا الاتنين مع بعض، وترتيبهم عامل ازاي بالنسبه لحضرتك؟ يعني لو انا مثلا داخل بعمل مع حضرتك انترفيو، حضرتك يعني استاذنا، وحضرتك بتعمل مقابله فنيه لحد، وحد جاي لك بسي في قوي جدا فيه سيرتيفيكتس كتيره جدا جدا جدا، وحد تاني داخل مش معاه سيرتيفيكت بس هو عنده يعني عمل سيلف ستادي ومذاكر وطبق الكلام ده، مين فيهم اللي حضرتك ممكن تاخده؟
ولا ده ولا ده؟ المهم لا، المهم هو فعلا يقدر يعمل ايه، مش المهم ان معاه سيرتيفيكت. ما انا ممكن اكون كنت ساعة ما خدت السيرتيفيكت كنت مؤهل، وبعدين ما اشتغلتش بيها فنسيتها. فمش مش القصة ان انا يبقى معايا الشهادة وانا ما بعرفش اشتغل بيها. افكرك انا بموضوع البروجكت مانجمنت اللي انا كنت اشتغلت فيه. انا كنت درسته وكنت حبيت المجال ده، كنت خدت دورة فيه كبيرة شوية، وكنت حبيت المجال ده جدا، وكنت اشتغلت على السوفت ويرز وعلمته لنفسي. ما خدتش بي وبعدين لما صادفني مشروع حبيت اطبق فيه، ابتديت ان انا استرجع اللي انا دارسه وادور وابحث وافهم واتعلم نفسي، وبعدين لما طبقته نجحت فيه. فانا لو معايا سيرتيفيكت مش هعرف اطبق ولا استفيد بيها، فانا كده السيرتيفيكت مش هي البوينت. المهم البوينت بالنسبه لي هي انا بعرف اعمل ايه. هو ده اللي عايزه مني الشركة اللي انا رايح اشتغل فيها، وعايز النتيجة مش عايز الورقة. هي كويسه كبوزيشننج. يعني هو بيسوق لنفسه، هي كويسه ان هو بيقدر يسوق لنفسه فيخش شركات كتيره. يعني النهارده الاتش ار سيستم بيكون فيه اللي هو الاي تي اس اللي هو الاوتوماتيك سيستم علشان يقدر يفلتر الشهادات، فبيدور على بعض الكيوردز. فمثلا محتاج حد واخد بي ام بي، فدي بتسهل له ان هو يخش الانترفيو، بس ما تضمنلوش ان هو يجتاز الانترفيو. او ما بتضمنهوش النجاح. ما تضمنلوش النجاح، حتى لو اشتغل ممكن ما يبقاش النجاح في الشغل. مش هينجح في الشغل، مش تضمن له ده. بالظبط. طيب. فالقصه بالنسبه لي هي ان انا بقدر اعمل ايه، مش معايا ايه. انا بقدر اعمل ايه. انا القصه ان انا بقدر اعمل ايه. طيب الجزئيه الخاصه بالسوفت وير بقى واللي احنا نقدر يبقى عندنا اوتوميشن، وان احنا يبقى عندنا مثلا اي ار بي سيستم وايم وسيمس. وجهه نظر حضرتك، هل الشركات اللي كانت بقى سمول او ميديوم او لارج، يعني لارج بزنس، يعني محتاجه السوفت وير ده ولا مش كل الناس محتاجه السوفت وير؟ الاي ار بي حاجه كويسه جدا لان هو رابط كل حاجه ببعضها. بس هو مشاكله ان هو ممكن يبقى كبير على حجم الشركات مثلا اللي هي الصغيره والمتوسطه. يبقى كبير جدا عليه والكوست بتاعته لود. لكن في ار بيز صغيره، يعني صغيره على قد الشركات. هو رابط المخازن بالمحاسبه بالانتاج بالتصنيع بالجوده. هو رابطهم كويس ببعض، والغرض منه ان انا اشوف الكوست بتاعت الاوبريشنز اللي دايره عندي. لو انا مش مدخل الداتا بالطريقه الصحيحه بحيث انها تقرا لي الكوست الصحيحه، يبقى انا كده مش الاي ار بي ده انا مش عامله ومش مستفيد منه. فانا مدور الاي ار بي عشان اشوف انا التكلفة بتاعتي عاملة ايه طول الوقت. الاول ما يبدأ انحراف عن اللي انا عايزه هيحذرني، خلي بالك انت بتخسر، يبقى انا كده مستفيد بالاي ار بي. فهو حاجة كويسة، بس لما يكون السكيل بتاعي انا ممكن كل شركة تدور على السيستم اللي يناسب حجمها. الحاجه التانية انت قلت ايه غير السي ام اس اللي هو الانتربرايز اسيت مانجمنت والكمبيوترايزد مينتنس مانجمنت سيستم اللي هو اداره الاصول واداره الصيانه. هو يعني انا كنت اتعاملت مع الساب في اداره الاصول مثلا. هو بيطلب منك معلومات كتيره قوي، بيطلب منك معلومات كتيره جدا. لو انت دخلت المعلومات دي هو هيمانج الاصول كويس جدا، هيمانج المكن كويس، هيمانج الصيانه كويس جدا. لكن اللي انا لمسته ان انا شفت ناس كواليفايد وكتير عليها انها تدخل المعلومات دي. انت بتوصل مثلا لدرجه ان انت عايز تعمل بريك داون
للاكويبمنت علشان قطع وتعمل كريتيكاليتي لكل جزء، والساب بيساعدك، ممكن يوريك كده، يوصلك لكده. بس انت لو ما دخلتش المعلومات الصحيحة مش هتاخد في الحالة دي، لو انت مش قادر تدخل المعلومات دي او ما عندكش اللي يدخل المعلومات دي، انت عايز ناس يقعدوا شهور يدرسوا، مهندسين، ويقعدوا يدرسوا المكن كويس ويذاكروا كويس ويدخل المعلومات على الساب. لو انت ما انتش قادر تعمل دي، يبقى ما تعملش ساب. ماشي، شوف حاجة على سكيل، شوف حاجة على سكيل صغير، شوف المكنة المهمة واعمل لها كريتيكاليتي اناليسيز والكلام ده كله، مش لازم تعمل المكن كله. فبالتالي انت محتاج، هو حاجة كويسة بتطورك وبتخليك شايف الشركة ماشية ازاي، بس المهم ان هو يبقى مناسب ليك والحجم لحجم البيزنس بتاعي. ممتاز جدا. طيب لو قلنا ان حضرتك مثلا عايزين من حضرتك نصيحة، يعني هناخدها تدريجيا كده، لاصحاب الشركات واصحاب المال، تدي لهم نصيحة ايه يا باشمهندس حسام؟ يعني انا ما اقدرش ان انا احط نفسي مكان حد، لكن انا ممكن من التجارب مثلا اللي انا شفتها مثلا، يعني في حتت كتيرة انا دخلت فيها واشتغلنا على تطوير، وبعد كده تبص تلاقيه بعد ما بينفست بينكمش، لانه هو مدرس كل حاجة بطريقة صحيحة. ودخلنا مثلا انا وانت مثلا، دخلنا عملنا بروجكت وكبرنا الشركة واشتغلنا كويس، وفي وقت وحققنا التارجتس اللي هو عايزها، بس في الاخر خالص هو ما كانش عامل حسابه حتة مثلا البيع، الماركتينج ما اسسهاش كويس، فبالتالي هو صرف ولقى نفسه بينكمش بعد كده. مش المفروض ان ده يحصل، المفروض ان انا الاول ابيع وادرس السوق، ويبقى وابص على الاتجاه اللي انا رايح فيه، وبعد كده انمو. لكن منموش وبعد كده ادور على الاتجاه ده يعني حتة ان الاستراتيجي مانجمنت دي، لا هي مهمة، هي مهمة. هم الناس لما قالوها بتوع المانجمنت ما قالوهاش علشان خاطر الناس تعمل فيجن وميجن وتكتبها على الويب سايت وخلاص. لا، هم عاملينها علشان الشركة بتاعتي تبقى ماشية في اتجاه معين، زي السفينة اللي ماشية في البحر، البوصلة بتاعتي. لو هي ما لهاش اتجاه هتوه، ما تبقى مش عارفة رايحة فين، عمالة تلف في دوائر. لا، هو ان انا اطبق العلم واستفيد بيه، هو ده يوصلني للهدف اللي انا عايزه. عظيم جدا. طيب النصايح بقى للمديرين، عايزين نصيحة من حضرتك للمديرين. يعني برضو انا ما بقدرش احط نفسي مكان حد، لكن يعني اقل حاجة، يعني ممكن برضو من تجاربي السابقة، افهم رؤسائك كويس والتوب مانجمنت كويس، علشان تمشي في الاتجاه اللي هم عايزينه. ما تلاقيش نفسك ماشي في اتجاه مش اللي هم عايزينه، وبالتالي انت بتأدي كويس وتراعي ضميرك، بس مش هو ده اللي هم عايزينه. فافهم كويس انت شغال مع مين وهم عايزين منك ايه، واشتغل عليه، بدل ما تلاقي نفسك في الاخر تعبت وما حققتش اللي صاحب المكان عايزه. حققت هدف مختلف ويرضيك انت بس ما يرضيهوش هو، فتلاقي نفسك في دايركشن مختلف. في دايركشن مختلف. طيب نصيحة من حضرتك للمهندسين. المهندس يعني علم نفسك على قد ما تقدر كويس، وأهل نفسك كويس، وما تبصش في البداية على الثمن ولا الفلوس. بص ان انا
ابقى مؤهل ان انا اشيل لود، سواء او اشيل شغل. يعني سواء مثلا انا هدفي ان انا افضل طول عمري موظف او اعمل بيزنس خاص بيا، فانا باي حال من الاحوال محتاج علم ومحتاج اكسبيرينس. فخد العلم وخد الاكسبيرينس في بداية حياتك لغاية علشان توصل لهدف معين. وفي نفس الوقت ما تمشيش عشوائي، خلي عندك هدف حاول توصل له. مش بقول انك لازم توصل له او تحققه او تنجح فيه، لكن يبقى فيه هدف افضل من انك دايركشن. تمشي زي ما الحياة هتوديك، هتزقك هنا هتروح، هتزقك هنا هتروح. اشتغلت شوية صيانة ماشي، اشتغلت شوية انتاج ماشي، اشتغلت بعد كده ماركتينج ماشي. فبلاقي نفسي في الاخر خالص بعد كام سنة انا ما علمتش نفسي حاجة، وكان هدفي ان انا بس ان انا اكل عيش هنا واكل عيش هنا واكل عيش هنا. لكن في الاخر خالص ما استفدتش حاجه، ما ما استفدتش اثرتش في حاجة. الشركات اللي انا اشتغلت ما فيها. قوتش نفسي وما وصرتش في الشركات فيها وما عملتش لنفسي وزن وثمن. يعني والله يعني هي يعني نصايح عظيمه جدا. انا يعني لا الحمد لله يعني والله انا الشرف ليا بحسد والله. نفسي ان انا اول واحد سمعت النصايح دي وقاعد النهارده مع حضرتك يعني. لا ما شاء الله عليك عايز والله، اسال ربنا حضرتك يوفقك. على يعني برضو على سؤال كمان. م- لو حضرتك ترشح لنا كتب يعني م- للمجتمع الهندسي يعني، او الناس كلها بشكل عام يعني، م. ايه الكتب اللي حضرتك ترشحها لنا؟ حضرتك عايز ترشح كتب اداريه هندسيه يعني، دي حاجه بتاعت حضرتك يعني. في كتب انا بحبها مثلا، يعني انا قريتها مثلا واستفدت مثلا منها كتير مثلا. يعني مثلا اللي مثلا اللي عايز يكون مثلا فكرة كويسة مثلا عن او فكرة مختلفة يعني عن البيرسونال فاينانس، يقرا مثلا ريتش داد بوردات، بور داد. روبرت كواساكي. اه ما بحب الكتاب ده. اكيد هو غير وبعدين انا بعدها غير قدمت وجهة استقالتي. نظرك. يعني قريته من هنا، قدمت الاستقاله من هنا. بيديك فكرة مختلفة خالص عن البيرسونال فاينانس. يعني من احسن الكتب في الحتة دي. وكتاب انا وانت بنحبه، ال 49 اه سيكريتس اوف 48 48 لوز اوف وور، 48 قانون القوه. سيكريت اوف باور. اه الكتاب ده ده الكتاب رائع. ده انا قريته وعملت كل حاجه عكسه. بصراحة لغته الأدبية اه قوية جدا. هو ما بصنفوش أنا إن هو كتاب مانجمنت، هو كتاب أدبي عسكري، وتاريخي. تحس انه كتاب عسكري اه يعني. اه هو في اول انا عملت، انا طبعا انا حاولت ان انا من الكتاب ده، حضرتك طبعا عرفتني الكتاب ده اللي هو 48 قانون م- للقوه. م. اول كتاب، اول قانون فيه بيقولوا ايه، نيفر اوت شاين ذا ماستر. اه فانا ما عملتهاش خالص. ما ده انا عملت أنا اوت شاين. اه فخدت فوق دماغي. فعلا فنيفر اوت شاين ذا ماستر، ما تحاولش تبين قوتك للمدير الضعيف، عشان اه يعني لو مديرك ضعيف ما تحاولش تعمل كده. لو اه مديرك زي مهندس حسام يعني، ما لا انت تطلعش طلع الانسكيورتيز اللي جوه. لو مديرك زي مهندس حسام اعمل اللي انت عايزه وما تخافش انت، هيعليك يعني. طيب يعني احنا قلنا ذا 48 دوز اوف باور وريتش ديد بوردات، في حاجه اه تانية؟ يعني في كتب انا شخصيا بحبها. كتاب مثلا انا يعني كانت ميولي زمان قبل ما اخش في الهندسة أدبية. فكنت مثلا كتاب زي جنة الشوق بتاع الدكتور طه حسين، كتاب يعني قريته وانا في ثانوي. اتعلمت منه مثلا يعني اني ما امشيش في الطريق السهل، ان انا ادور على الطريق الصعب وامشي فيه. آه، يعني يعني الحتة دي يعني أعتقد إن هي بالنسبة للناس يعني تبقى أتمنى إن ابني مثلا يبقى ماشي على المبدأ ده، إنه يدور على الطريق الصعب ما يدورش على الطريق السهل. الأيام دي الناس بتدور على السكة السهلة، وبتلاقي نفسها بعد كده يعني خسرانة يعني. م. يعني بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس حسام، م. وبشكر حضرتك مره تانية أنا ان حضرتك سعيد جدا. شرفتني. الله يخليك. ويعني اتمنى تكون الحلقه كانت مفيده للمجتمع الهندسي يعني. استنونا في حلقات تانية من 100% هندسه،
وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للصفحه، واستنونا في 100% هندسه. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا جزيلا، متشكر شكرا يا جداً. باشمهندس حسام. شكرا جزيلا، شرفت بي. شكرا جزيلا. Sponsored by Rocall Egypt Specialty Lubricants. Performance you can trust.